ازيكم عاملين ايه؟ احنا مكملين في السلسلة بتاعتنا بتاعت مسلسل فروم. والنهاردة هنتكلم عن الحلقة الأولى والحلقة التانية من المسلسل، هنعمل عليها مراجعة سريعة وتلخيص للحلقات بتاعتها كلها. واللي لسه ما تابعنيش يتابعني على القناة بتاعتي، يفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. يلا بينا نبتدي. تبتدي الحلقة الأولى من الموسم الثالث من الجزء الأخير اللي احنا شفناه في الجزء الثاني، اللي هي تبسة رمت نفسها من فوق البرج ده، الولد رماها وساعتها فاقت في المستشفى عادي جدا. وهي ماشية في المدينة دي ابتدت تدور على أي حاجة تعملها، فابتدت تاخد تليفون من حد علشان تكلم مامتها عشان تصدق إن هي فعلا عايشة. وأثناء الفترة دي كان معاها أصلا الصندوق اللي اداهولها فيكتور. بتبص على الصندوق ده ولقيت الصندوق مكتوب فيه العنوان بتاع فيكتور بيته اللي في المدينة عادي جدا. ففعلا راحت للعنوان ده، وساعتها قابلت أبو فيكتور. ابو فيكتور اول ما شافها قال لها انت مين اصلا وايه اللي جابك هنا؟ وبعد كده بص للصندوق بتاع ابنه، قال لها الصندوق ده وصل لك ازاي؟ قالت له ايه ده، هو انت باباه؟ وفي الناحيه التانيه من المدينه بنشوف بويد بعد ما رجع، بعد ما اتضرب من نار في الجزء التاني زي ما شفنا، بيبتدي ان هو يشفي نفسه. وجيد بعد ما دخل الحفره وطلع ابتدى يرسم الرسمه اللي هو بيشوفها دي في كل مكان. والاكل ابتدى يتسمم، ودونا ما بقتش عارفه تعمل ايه لان الغذاء ابتدى يقل جدا في المدينه. وساعتها الناس كلها هجمت على بيت ام كين علشان خاطر تاخد الاكل اللي هناك، وفي ناس منهم قرروا ان هم ياخدوا الماعز والبقر الموجودين علشان خاطر يذبحوهم. ساعتها بويد ودونا ابتدوا يقرروا هم ممكن يعملوا ايه في الفتره دي. والجين في الوقت ده ما كانش بينام خالص بعد اخر حلم هو حلمه. والست الكبيره دي اللي احنا مش فاهمين هي دورها ايه في المسلسل لغايه دلوقتي، بس هيبقى ليها دور اكيد مهم، قالت له انت لازم تنام. ساعتها لما نام دخل في الحلم تاني وشاف الست الغريبه اللي هو بيشوفها. على الجانب التاني جيم وكين قرروا ان هم يدخلوا الغابه علشان خاطر يدور على مراته هناك. وطبعا كين مرضاش يسيبه لوحده، دخلوا الغابة وابتدوا يشوفوا أشكال غريبة جدا موجودة في الغابة، وكانوا راقيين كوخ. وقال ساعتها جيم لكين ان احنا ممكن نقعد في الكوخ ده. بس هو كين ساعتها بيقول له لا، بويد قال لنا ان احنا لازم نشوف خيوط عنكبوت عشان نعرف ان احنا ماشيين صح. قال له لا، الكوخ ده شكله باين ان هو قوي جدا وممكن نسهر فيه لبكرة. وفي الوقت ده الوحوش عملت حاجة غريبة جدا جدا جدا. الوحوش فتحت الباب للحظيرة وطلعت كل المواشي، يعني اتصرفت بذكاء وأول مرة تعمل كده. طبعا بويد لما شاف ان البقر وكل حاجة ماشية في المدينة طلع بسرعة جري علشان خاطر يقدر يلم اللي هو يقدر عليه، علشان خاطر ده الغذاء بتاعهم. وسارة بتمسك جولي وبتمسك إيسن وبتحاول تهرب بيهم. وساعتها بويد فعلا بيرجع بقرة وبيحط التعويذة على الباب وبيبقى معاه أم كين. ساعتها بتحصل حاجة غريبة جدا، ان الوحوش عملوا البويت كمين. متخيلين ان الوحوش عملت لبويت كمين؟ الوحوش بتقول له انت قلت ان المكان ده صعب ان هو يكسرك، احنا بقى جايبينك هنا عشان نأكد لك المكان ده هيقدر يكسرك. ربطوه وابتدوا يقطعوا في لحم ام كين قدام عينيه، وهو ما كانش عارف يعمل اي حاجة، وكانت فترة صعبة جدا جدا عليه. شايفها بتتقطع قدامه وبيحاول يقول لها تماسكي. وبعد كده بيروح كنيسة علشان خاطر ياخد جسد أم كين ويحطه هناك في الكنيسة. طبعا كان مستاء جدا كين لما رجع وعرف اللي حصل لمامته، قرر ان هو يخش الحفرة وان هو يقتل كل الوحوش اللي هناك. ساعتها بويد قال له هم عايزيننا كده، عايزيننا غاضبين، ومامتك كانت بتقول كلام بالصيني انا ما كنتش فاهمه. ساعتها كين بيقول للبويد ان اللي كانت ماما بتقوله ده معناه اني تعتني بيا. بويد بعد ما خرج من الكنيسة وابتدى يفتكر كل حاجة حصلت في المكان في الوقت ده، وايه اللي عملوه مع ام كين وازاي سحبوه وازاي هم بقوا شرسة بالدرجة دي. ساعتها بويد بيقرر ان هو عايز يقبض على واحد منهم. من الناحية التانية بنلاقي فاطمة ابتدى اسنانها تقع وهي حامل طبعا من أليس، فبتروح عند كريستي عشان خاطر تشوف ايه المشكلة عندها ايه. ساعتها صاحب كريست هي اللي بتشوفها، وأليس بيخاف طبعا ان هي تقرب منها لان صاحب كريست دي هي عندها ادمان اصلا، وكانت واحدة من الوحوش سيطروا عليها في الجزء الثاني. ساعتها بتقول لفاطمة لا انت ما عندكيش مشكلة خالص، وكل اللي عندك ده عشان انت بقالك كتير ما بتاكليش، وانا هديكي دواء يخليكي تعرفي تاكلي. فاطمة لما بتروح البيت بيحصل حاجة غريبة جدا، الاكل المسمم اللي هم لموه وان هم عارفين ان هو مسمم، فاطمة بتبتدي تشمه وبتحس ان الاكل ده شهي جدا، وبتبتدي تاكل منه بشراهة مش طبيعية. طبعا احنا مش فاهمين هي بتعمل كده ليه وايه اللي بتعمله فاطمة ده.
كل ده احنا لسه ما عرفناهوش وهنعرفه طبعا في الأحداث الجاية. بعد شوية بنشوف ان جولي كمان من بعد آخر مرة ومن بعد الوحوش ما سيطرت عليها برضو طريقتها غريبة شوية. على الجانب التاني بقى من المدينة، ابو فيكتور بيقول لتبسها اللي انت بتقوليه ده مش منطقي. قالت له طب شوف كده، بص على الكمبيوتر وهتلاقي ان في اختفاء حصل ليا انا وجوزي. ساعتها بتبتدي تقول له انا كنت في مدينة، والمدينة دي انا اللي جابني هنا ان انا رحت برج معين عشان خاطر انقذ ولاد. لما بيسمع الكلام ده بياخدها على طول وبينزل بيها للابو تحت وبيوريها حاجة غريبة جدا. بيقول لها كل الرسومات اللي انت شايفاها وكل حاجة انت شايفاها قدام عينيكي دي مامة فيكتور كانت بتحلم بيها، وكان عندها صوت في دماغها ان في برج، ان في بنات، وان البنات دول محتاجين حد ينقذهم، وان انا المختار عشان اعمل كده. طب بس لما بتنزل وبتشوف الصور بتلاقي ان كل حاجة موجودة في المدينة مامة فيكتور كانت بترسمها، من الكنيسة للمكان اللي كان محبوس فيه مارتن، وبعد كده لما هم اتحكم فيهم الوحوش، والكنيسة بشكلها بالظبط وكل الأماكن بشكلها بالظبط، حتى الولد موجود برضو في الرسومات. فطبعا دي حاجة غريبة جدا ومحدش فاهم ايه اللي بيحصل. ساعتها أبو فيكتور بيقول لها إن هي كانت مختارة وإن هي كان مطلوب منها إن هي تنقذ الولاد دي. بعد كده بتحصل حاجة غريبة جدا بتنتهي بيها الحلقة التانية من الموسم الثالث، إن جيم بيلاقي التليفون بيرن، ولما بيمسك سماعة التليفون وبيقول ألو، ساعتها بيرد عليه ابنه اللي مات بيقول له أنا توماس يا بابا. بعد ما شفنا التلخيص بتاع الحلقتين أنا عندي تساؤلات كتير قوي عن الفترة اللي جاية هيحصل فيها إيه بالنسبة لبويد وبالنسبة للعالم بتاع المدينة دي، إيه اللي ممكن يحصل فيه. ودلوقتي بعد ما عرفنا إن التباسة بقت عارفة إن في أم فيكتور، في الحقيقة قبل ما تيجي المدينة وقبل ما يحصل كل الكلام ده تخيلت كل حاجة كانت موجودة في المدينة، وإن أبو فيكتور زي ما شفنا مع بعض إن هو بيتكلم معاها إن هي كانت مختارة علشان في أطفال هي المفروض تروح تنقذهم. الموضوع ابتدى يبقى فيه تساؤلات كتير قوي، وايه اللي بيحصل مع فاطمة، وايه اللي بيحصل وبويد اللي بيقرر ان هو عايز يعمله، يعني ايه هيقرر ان هو يصطاد واحد من الوحوش. اسئلة كتير قوي هنستناها في الحلقات الجاية. ما تنسوش تتابعوني وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.